أيام كتبها التاريخ بأحرف من ذهب، جسدت حياة أشرف الخلق، حياة الصادق الأمين. أمة بدأت برجل وكلمة وحي في غار ناء عن حاضرة قريش، كانت الوحي لكتاب منزل بات دستورا لمليار ونصف المليار من بني البشر، هجرة غيرت مسار تاريخ وبنت حضارة، هجرة كانت النبوة دليلها وبيت النبوة نبراسها، فتية آمنوا بربهم كتبوا لأنفسهم الشهادة في سبيلها، وصحب صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ساروا بركب الفتوح فنشروا دعوة أضاءت الأرض وأعطت ميزة للعقول كي تعمل، هجرة محددة الهدف رضا الله مبتغاها، استهدفت نشر الدعوة حملها فتى قرشي فبات بأمر الله سيد البشر، رجل هو خاتم الأنبياء والرسل بالمؤمنين رؤوف رحيم، تحمل من أجلها ومن بني قومه ما لا تحمله الجبال، فصبر وصابر وآلى على نفسه إيصالها ولو كلفته حياته. أي إيمان وأية بشرى وأية رسالة منقذة ومبشرة، وأي مسك ختام لرسالات الله في الأرض، وأي تكريم خصنا الله به بنبي قائد وخاتم وبشير. ثقافات أديان سماوية ووضعية لم تصل إلى كمال الرسالة المحمدية التي حملها خير البشر، رسالة كانت الهجرة مفتاحها وسعي رجال حول الرسول أداتها، وتأييد الله روحها ودليلها وناصرها. حينما تنحرف أديان سماوية عن مسارها يدرك المسلمون أية رحمة خصنا الله بها نحن أتباع سيد الخلق محمد، وأية كرامة ورفعة وسمو تتربع على عرش الأرض بها رسالة الإسلام، الرسالة الكاملة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، رسالة لا ينال منها فساق الأرض وإن حاولوا بين الحين والآخر، لكنها تبقى شامخة مبشرة لا منفرة، رسالة القسط والإصلاح، ورسالة تزداد قوة ومنعة بوفود تعمرها الوفود، وعودة حميدة لأبنائها لاتباع سنتها. وبرغم مغريات تنكر هنا وهناك بقيت رسالة سيدنا محمد تردد بثبات نهج الوحدانية لله الواحد حتى يرث الله الأرض ومن عليها.